السلام عليكم ورحمة الله. يلا يا بنات تعالوا النهاردة هنعمل كده الجلاش. وانا بصراحة كنت بعاني من انه بينشف معايا، بس بجد النهاردة الجلاش طلع طري وجميل جدا جدا. ويلا هنعمله مع بعض. انا كده جبت الصينية دي زي ما انتم شايفين. اتمنى دعم الفيديو بلايك وشير حلو من ايديكم. هنقصها كده، هنقص على قدها، انا بحطها كده بقص من تحت عشان تطلع على قدها على طول. خلاص، وهناخد بقى هنشيل الصينيه بتاعتنا وهنقص بقيه الجلاش كده بالمقص، هنسويه كويس جدا. هناخد الدايره بتاعتنا واللي هيطلع في النص ده معانا طبعا هنحطه في النص، احنا مش هنرمي حاجه خالص. طبعا ممكن تعمليها ورقه ورقه زي الطريقه المعتاده يعني، بس انا بحب الطريقه دي. واهم حاجه طبعا هنبقى مجهزين السمنه بتاعتنا والزيت بتاعنا. هندهن الصينيه، وما بين طبعا كل راق وراق بنحط السمنة زي ما انتوا شايفين كده. دول شوية سمنة كده على زيت، وبنحط بقى الايه، ندهن كويس كده الرقات عشان تطلع مورقة وجميلة. هنحط برضو، هنفرش طبعا الحاجات اللي احنا قطعناها دي جنب بعض كده بالراحة، راق كده، ونحط برضو سمنة وزيت، وراق ونحط سمنة وزيت. بجد من احلى الجلاش اللي كلته. هو انا اهم حاجة عندي يبقى طري، ما يبقاش نشف. واسهل واوفر تحلية ممكن تعمليها. نحط بقى كده، ده جوز هند والسوداني بتاعنا، ونحط الحاجات بتاعتنا طبعا اللي انت عايزاه تحطيه. وهنبتدي نثبت بقى ونبتدي نرص بقى بقية الجلاش بتاعنا. اهم حاجة ان انت كل الاطراف تبقى متظبطة فيها سمنة وزيت كويس جدا. يلا نقطعه بالشكل ده. احنا هنعمل هنا صينيتين، هنقطع كده الصينية دي سمبوكسات، وهنقطع الصينية دي مربعات عشان طبعا المربعات بتدي عدد اكبر. وهنشوف مع بعض الصينيتين دلوقتي عاملين ازاي وهم يطلعوا. اهم حاجة طبعا لازم تديها بخة مية كده قبل ما تدخليها الفرن. لو عندك بخاخة، شوية مية وتبخيها على وشها عشان تنفخ معاكي. البخة دي بتفرق جامد جدا في النفخة. نشوف هنا الجلاش بتاعنا بعد ما طلع وهو سخن كده. والجلاش بقى هنبتدي نسقيه كده بالشربات. مش قادره اقول لكم بقى على جماله، رهيب بجد رهيب. اقول لكم على سر الطراوه بتاعته، وهي مش الصنعه خالص، هي سر الطراوه في الفرن الكهرباء. بجد الفرن الكهرباء بيطلع الجلاش رهيب وطري، تحفه. غير فرن الغاز دايما كنت بعاني انه بيبقى ناشف جدا جدا وما بكونش بحبه. بجد الفرن الكهرباء فارق جدا، فارق في الطعم قوي. في الجلاش والبسبوسه بيفرق جدا في الطعم. لايك للجلاش الجميل بتاعنا ده، ما تنسوش تحطوا لايك حلو من ايديكم. جميل بجد. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا هنا احنا كنا قطعة تحفة بجد بجد. اتمنى الفيديو يعجبكم، جربوه بالطريقة دي في الفرن الكهرباء، خطير خطير خطير.